شهد الشمري تتكلم عن معاناتها مع أهلها بسبب قرار طلاقها. خصوصية بهذا البيت ماكو، حسرة على الواحد يضرب زاوية ويقعد يجي يفكر، كلها تجي هجوم. يعني لازم الحزن عندنا سلكتوا الكل، الفرح الكل يفرح، لازم اجتمعوا فوني روحي. عاد راحت الحجية، خابرتني زهراء هم قبل شوية، والله ما لي خلق اطلع هيك مرات. يعني شوفوا تمر ايام على الانسان، يعني صدق ما له خلق روحه. فخطية قالت لي تعالي نتعشى بهوكاباز، كذبت عليها، قلت لها وين منتهية معدتي، هسه حروح الملكي المستشفى. يا حياتي اسم الله عود طمنيني عليك، كذب انا قاعده بالبيت. بس ما بي حيل اشرح واعبر ليش اريد ابقى وحدي، وما بي حيل اقول يعني تخيلوا مالي خلق. ترى بس وياكم اسولف والله، بس انا اشوف الكاميرا تنفتح ابقى اسولف. تخيلوا ما بي حيل اشرح انه ليش ما اريد اطلع، او ليش قاعده هنا، أو هاي الليشات صايره اموت منها. لان اهلا تفضلوا، بعد مشكله زايده، احد زعلان، احد يريد. فهذا حاليا هيك اني. فالعده جائزه منا اي شيء، حتى ذا مسج عمي كلمه استحقها. جديات والله، شنو واحد حديد، كثره مشاكل وضغوطات، مشاكل فوقه. انت تتحمل استوعب اللي بعدك دا تفكر تحله، بعدين فوت بمصيبه ثانيه تعرفون. فصايره فوقه. فتحملوني، خاف دا اطلع سنون عليكم لان مالي غيركم بهالفتره صراحه. صايره حتى عندي رهاب اجتماعي، ما اريد ابوع الناس، ما اريد اقعد ويا الناس، ما اريد كل شيء ما اريد. هاي ترى قدرتي عليكم، والله قادره عليكم، امون عليكم هيك احس. لان كاميرا اصلا تخلي هسه بشر قدامي، مالي خلق.